عليكم، مرحبا بكم في قناة بنة تونس. اليوم راح نعمل مع بعضنا قرطة مقرون. هيا معنا نشوفوا طريقة التحضير. الكالو بتاعنا بعد ما فوحناه كركم وفلفل اكحل وملح شوية زيت نحطوه على القريال، نحمروه شوي يتشوى هيك شوية. المقرونة نحطوها في كي يغلي ماء، نحطوا له شوية كركم شوية ملح شوية زيت، نحطوها نسلقوها ونصفيوها ونرجعوا نعملوا بيشاميل تاعنا. حطينا زوز مغارف زبده، نحطوا عليهم زوز مغارف فرينه. حطينا شويه فلفل اكحل، نزيدوا نحطوا شويه ثوم. حطوا الحليب، انت والقوام اللي تحبيه بيان سور يجي جاري شوي على خاطرش راح نحطوه في الفور. وهذا البلا تاعنا دهناه بالزبده، نحطوا فيه المقرونه تاعنا. اللي سمطناها في الماء وزيت وكركم وملح، نحط لها شويه زيتون قصيته هنا. شويه زيتون مخصوص، شويه سكالوب تاني اللي درناه قبيله قصيناه. هذا سكالوب تاعنا هنزيدو نحطوه. مقرونه سهله ماهله وغدا محترم على وقفه في 5 دقائق يحضر. في 5 دقائق تجي مزروبه من الخدمه ولا حاجه. ونزيدو نعملو لها طن. انا ديما نستعمل طن المنار. استعملت نص كيلو مقرونه يعني تعايله. وهذا الجبن تاعنا سلايس. ونحطوا الصوص تاعنا بشاميل عليها كل، ونحطوها في الفور. ودركا نحطوها في الفور وكي طيب نرجع مع بعضنا. وهذه وصفتنا حضرت، ان شاء الله تعجبكم، واذا عجبتكم اعملوا لنا اشتراك. سلام.